ذكرى من مصيف عمرك ما هتنساها. اما انا الشخص الغلط ان في البرنامج ده كنا بنصيف مع بعض. ده جاي اصلا مش عارف هو ده انا اخته ولا مين. الله. شكرا. في رابط بيجمعنا بالناس اللي بنحبهم، المشكلة انه بمرور الوقت ممكن يضعف. رباط هدفه يرجع الرابط ده من تاني زي الاول واقوى. حلقة جديدة ورابط جديد. اوعى. اول ذكرى فاكرها لينا مع بعض. مش فاكر حاجه ده اصلا. انا بفتكر امبارح بالعافيه. صعبه دي. انا بحاول افتكر انا كمان. فاكر لما كنا في المدرسه والميس ضربتك وانا رحت اتخانق معاها؟ ده انا رحت للمديره بسببك يا ابني. ده والله؟ ايوه. شفتيها متلبسه وهي بتضربني؟ لا انت جيت قلت. مش فاكر، قلت لك انت؟ ايوه. انا رحت اتخانقت معاها وبعد كده بابا جه اللي هو انا عشان هي برضو زعلت مني وكانت حوارات كده. حلو. يبقى عليك موقف حلو. كويس ان انت فاكره والله. اكتر موقف كنت ممتن فيه اني اخوكي؟ في الحفلات. بحس لسه اقول لك كده. بيبقى في سبورت كده، بحس ان انا مسنوده مش لوحدي، حصل حاجه بناديك بتهندل الدنيا، فهي دي شور يعني. صح. احلى عيد ميلاد عملناه ليك؟ كان ايام الجامعه باين. لسه عامله لك عيد ميلاد خطير يا ابني، مش 18/6. ايوه، ما هو في احلى واحد بقى، في ده وفي احلى منه قبل كده. ده كويس انك فاكر. لا انا كنت في الجامعه. فاكر لما عزمتي كل اصحابي باين، كان ساعتها حد موجود برضه. والله مش فاكر بس مش فاكر الشخص يعني، بس كان حد من صحابك. كان معمول في مكان برضه يعني كان كبير، كان حدث كبير قوي. تحفه. تقولي تورته كده عليها شكل. الله. مش فاكر الشكل برضه. بس وانا كنت مبسوط اليوم ده. ده اللي انا فاكره يعني. لو هتحكي عليا حد ما يعرفنيش هتقولي ايه؟ عسل. لا الصراحه هبقى اللي هو السيلز مان ده اللي بيأفور في الحاجه ده. بس انت اوريدي يعني الناس بتبقى يعني بترتاح اول ما بتشوفك. اولا وسيم ما شاء الله. حبيبي والله. بس في ناس اللي هي انت اوتوماتيكلي عايز تروح تتكلم معاها او بتحبها او حاسس اللي هو ايه ده، انا الشخص ده مألوف بالنسبه لي. فدي حاجه جميله قوي. جدع لذيذ فاني بتضحك. ممكن بس انت ممكن مش برضو مش انت بقى اللي مش بتنفتح لحد بسهوله او مش يعني it takes time ان حد يعرف كده. بس دي برضو حاجه كويسه، دي معناها انه انت بتدي اكسس لناس معينه فعلا عدت الليفل. ممكن يعني افك شويه برضو، بس هي بروتكتيف اكتر ما هي كده. بس محتاجه برضو شويه انفتاح بسيط. الطريقه دي مش مع كل الناس، ان هي في ناس يعني بتسعى ان هي تفك الواحد وكده، وفي ناس خلاص هو قافل فخلاص هسيبه لوحده يعني. صح. فدي برضو بكتسبها منك يعني. انت برضو شخص اوبن بس بليميت وبطريقه يعني ذكيه. يعني مؤخرا لا والله يعني دي برضو صفه حلوه يعني. اغرب صوره لينا مع بعض؟ في اللي هي الصوره الصغيره اللي جنب السرير عندي. دي وحشه جدا. دي صوره مرعبه. كان عندنا انتفاخ اصلا. بجد كانت صعبه قوي. كنا في سيوه برضه. يا نهار ابيض. الصوره دي مصطفى انت كرشك كان مربع. انا عمري ما شفت كرش مربع والله العظيم. لما وصلنا منك بوكس جيلي فيش. وكنت ساعتها انا ليه انتفخت كده؟ احنا كلنا ايه؟ عمالين ناكل يا ابني حاجات بقى من البنزينات وكده بس. لا كانت صعبه، كان عندنا حفله فانا مش عارفه وانت قاعد على الكاخون عامل كده. انا كنت منتفخه برضه يعني. انا وشي كان قد الفطيره. لا كنت ساعتها الجاكيت مش عارفه اقفله. والله العظيم كنت سعان. مش عارفه ناخد سيلفيز قريبه في ثقه رهيبه والله العظيم كده انا وانت. تفتكري انا كمان 10 سنين هبقى فين؟ هبقى قاعد على الكنبه اتفرج على BBC2. متخيله حاجه كبيره قوي في وات ايفر اللي انت بتعمله، سواء كان في الميوزك في الكوفي، يعني مبسوط مرتاح مستقر بس. يا رب. اتمنى. كلنا نتمنى. يس. ليتس جو. موقف صعب كنت مبسوط اني معاك فيه؟ طول الوقت تقريبا. يعني مي اصلا هي بطبعها كده يعني، بتهون على اي حد وعلى اي انسان وعلى اي حيوان، اي حاجه معديه ما هي بتهون عليها. اخر موقف يعني على قد ما كان صعب بس كنت بصراحه there for me جامد، ووقفتي جنبي اكتر حد تقريبا يعني بعد الهيصه دي. ساعدتيني جامد يعني ان انا اطلع. حبيبي انا مش حاسه ان انا واقفه انف يعني. لا بالعكس. لا بالعكس. دي انا يعني في مواقف كتير طبعا، بس دي عشان اقرب حاجه. فلا ساعدتيني جامد طبعا، وعلى طول انت بتنصحيني اصلا حتى لو انت مش واخده بالك. انا بلقطها كده بين السطور زي ما بتقولي. بس دي حاجه جميله والله يعني. انا من غيرك ومن غير العيله عامه انا كان زماني
حته تانية خالص يعني. بالظبط. والله اول فيلم اتفرجنا عليه سوا فاكر افلام ديزني بقى بتاعت زمان؟ لاين كينج مثلا. اقول لك ايه، انا افتكرت الفيلم اللي هو بتاع الفار ده، صح؟ صح؟ ماوس هانت. ايوه هو بموت فيه. ده. كنت بتأثر قوي يا مصطفى. ياه عيني لما مسكوه كده في الاخر. ايوه صح. مش فاكر اي حاجه في الفيلم غير الاسم بس قشطه يعني. عايزين نشوفه تاني. طب لو حاجه مش عايز تاخدها من اهلك ايه هي؟ تسرع. تعرف بفكر ايه؟ انه غصب عننا حتى لو حاجات مش عاجبانا في اهالينا بناخدها، تيجي طبعا بتتوارث طبعا. فالشخص بيبقى واعي بنفسه مع الوقت ويلاقي نفسه بيعمل الحاجات دي في اللاوعي، عمال يكررها. فلو الشخص واعي بنفسه بيستوعب ده وبيحاول يكسرها، يغيرها. صح. حلوه دي. خش على اللي بعده. امتى هتحسي انك مطمنه عليا؟ انا اوريدي مطمنه عليك بعد حاجات كتير عديت بيها وبالذات الحاجات اللي الشخص بيعديها لوحده قبل اي حد، سواء كانت بقى حاجه في الحياه، حاجه نفسيه، حاجه جسديه، وات ايفر. انت عديت بكل حاجه جسديه ونفسيه وكل حاجه. يعني وقت العمليه ده مثلا متهيألي من بعدها انا خلاص مطمنه عليك يعني. انا نحست بعديها اصلا. بالظبط. قوه احتمالك وصبرك وكده بتطمني عليك. العروسه بقى ده اللي انا اطمن عليك فيه. اكتر حاجه بعملها ليك بتفرحك؟ فطار النهارده عامله لك فطار ملوك. انا اللي اجاوب. ماشي سوري. استنى، انت كل مره تقريبا بترجعي لو مسافره او اي حته لازم تجيبي لي هديه يا جماعه يعني. والله دي الصراحه حبيبي. والله تستاهل يا مصطفى. شايفاني انفع اب او ام؟ اب او ام بغض النظر عن الام يعني. السؤال مكتوب كده. هو انت كده بتزهق من العيال كتير، انا عارفاك يعني. بعد 5 دقايق معاهم دي مشكله. ممكن اقول لطفل مثلا ما تمش سنه اقول له ازيك عامل ايه واستناه يرد عليا كمان. هو مستغرب ما بيردش ليه. طبعا اب فظيع يعني انت اوريدي مثلا في شغلك بتدرب ناس وبتعلمهم وبيحبوك قوي، مش علشان بيخافوا منك ولا عشان مثلا انت في الميكس اللي هو ما بين الاحترام والحب. فدي بحس مش كل الناس بتعرف تظبطها يعني. تبقى اب فظيع طبعا. حاجه حصلت لك وما حكيتش لحد خالص عليها ومضايقاك، ممكن تقولها لي؟ لا انا بحكي كل حاجه، ما بعرفش اخبي برضه، بالذات للعيله يعني. يعني او انتي او كده، لان بتعب. بتعب قوي وبعدين بقعد اكتم كتير لحد ما بحس ان خلاص يعني صح لازم اقول لحد. ف لو مش هقول لحد بره اكيد هقول لحد منكم او منك يعني من البيت يعني. لا دي ما بعرفش اخبي بصراحه. بحس الحاجه اصلا لما بتخرج برانا بتبقى اصغر بكتير يعني. لما بنشاركها مع حد بنحبه او واثقين فيه بتبقى احلى بكتير ما بتبقى في حرب كده جوه ما حدش سامعها ولا شايفها غيرنا، فتبقى اكبر بكتير من حجمها الحقيقي يعني. كول. مصيبه عملناها واحنا صغيرين ومحدش يعرفها غيرنا. المشكله ان احنا اصلا بنتفضح يعني. احنا بنفضح نفسنا بنفسنا. انا مبدئيا عارفين اللي هو في برضو اللي هو الراجل اللي بيروح عامل كده من الضحكه دي، ده انا بالظبط. ما ينفعش حد يقول لي اي حاجه يعني اكذب فيها عشان ما اقعد اقول لها يا مي ما تقوليش لماما. ماما بس تعدي مننا من اول قلم. شكرا. مفيش، احنا كله على الورق. خبينا ايه؟ كسرنا حاجات كتير خبيناها في ثواني بتتعرف يعني. هي ماما كمان بتعرف تقفشنا يعني بصراحه. مهما حاولنا مش بنعرف. احنا كنا بنجيب حيوانات ونخبيها يعني، كلاب او قطط مثلا من الشارع او كده، ونخبيهم مثلا في الاوضه ان احنا يعني لمده كام يوم ان هي ما تعرفش. بس بتعرف برضه. كانت بتعرف طبعا. بتبقى عايزه تطردنا احنا وهي والناس كلها. انت جايبه قطه؟ اوكي دورك. انا بتثق في قراري لما بسكوت فيك طبعا. نايس. يعني مش عشان حاجه، بس هو انت الاخت الكبيره ما طبيعي عندك خبره، وانا بحب قوي يعني اسمع للخبره اكتر ما اسمع الحاجات التانية يعني. بحس ان هي جايه from يعني حته اللي هو تجربه، حد عمل الحاجه دي فبينصح، فخلاص المنطق يعني ان هي ما اعملهاش يعني. هي كده حد عارفك كمان فبيبقى بيديك النصيحه. حد فاهمني وعارفني، دي شورت كات. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واحكوا لنا في الكومنتات عن 2 علاقتهم حقيقية ويونيك وعايزينهم يطلعوا معانا في البرنامج. نشوفكم الحلقة الجاية ورابط جديد. يلا. ثانك يو ديدو. عسل. ميرسي.